مثلا من تحرك قوات أخرى، هو لديه معايير معينة ينظر فيها ثم يتخذ القرار الملائم. وهذا يعني بأن سياسة الباب المفتوح أنها سياسة جيدة، ومونتينيغرو مرحب بها ولديها الفرصة لأن تلتحق بنا. السؤال الأخير. فرنسا ومصر قدمتا مقترحات في إعادة فتح المفاوضات السلام في الشرق الأوسط، وهذا ربما عكس إحباطا من عدم قدرة الولايات المتحدة على إحداث أي شيء. والآن فرنسا قالت إنها ستعقد مؤتمرا في 3 من يونيو. وفي رأيكم هل هناك أي سيناريو ترونه بأنه سيكون هناك، بأن المحادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن تستأنف قبل نهاية العام؟ لا بالطبع. دعوني أشدد هنا على شيء. أنا لا أستعمل كلمة الإخفاق هنا. إنها ليست إخفاق الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لجمع الناس حول الطاولة، إنه إخفاق تلك الدولتين لاتخاذ القرار للعودة إلى الطاولة. الآن طبعا نحن نعمل معا على هذه الأمور، وهذا ليس فقط مؤسسة أمنية. تابعنا كلمة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من مقر حرف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.